في إثيوبيا شجب رئيس الوزراء أبي أحمد في كلمة وجهها إلى الشعب الإثيوبي شجب اغتيال الفنان هاشالو هونديسا، واتهم أبي أحمد جهات أجنبية ومحلية بزعزعة الاستقرار لمنع أديس أبابا من إكمال سد النهضة. وأفاد مراسل الجزيرة بمقتل 50 شخصا خلال احتجاجات أثارها مقتل الفنان هاشالو هونديسا. المزيد ينضم إلينا من أديس أبابا مدير مكتب الجزيرة محمد طه توكل. محمد، بالإشارة إلى الجهات الداخلية والخارجية، كيف يمكن ترجمة ما قاله أبي أحمد بخصوص الاستهداف من قبل هذه الجهات لإثيوبيا؟ نعم سلمى، ما اتفق عليه كل المتحدثين وعلى رأسهم رئيس الوزراء الإثيوبي ربطوا محاولة الاغتيال بشيئين أساسيين. أولا بإيقاف عملية التعبئة وتكملة سد النهضة. وهنا طبعا سلمى حسب مصادر كشفت للجزيرة بأن يوم 15 يوليو الجاري قد تبدأ عملية التعبئة وفقا للجدول المتفق عليه. هنا من رئيس الوزراء إلى المدعية العامة كانت آخر المتحدثات قبل نصف ساعة في لقاء لها مع التلفزيون الإثيوبي اتهمت إن عملية القتل التي تعرض لها الفنان مرتبطة لإشغال إثيوبيا من تنفيذ عملية التعبئة، وقالت إن المتهمين تم تحويلهم إلى المحكمة في أسرع وقت وإن التحقيقات جارية ستعلن عنها قريبا. هنا جميع الاتهامات والأسابع تتجه إلى جهات خارجية لم يسميها ولكنها مرتبطة بالسد، واللبيب يفهم بالإشارة، لأنه ربما أديس أبابا لم تستعجل في الاتهام لإعطاء فرصة لرئيس جنوب أفريقيا الذي ربما يبتدي مساء اليوم استئناف المفاوضات. وهناك كان اتفاق بين الدول الثلاثة ومجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي، الدول الثلاثة أن توقف عملية التراشق الإعلامي بالذات بين أديس أبابا والقاهرة. فبالتالي الاتهامات واضحة، لكن بالنسبة للجهات الداخلية تم تسميتها بالتحديد إنها ضد الإصلاح وإنها تستهدف عملية التحول الديمقراطي التي تعيشها، وخاصة الفنان الذي تعرض لعملية قتل اعتبر هي قتل سياسي بالامتياز، والرجل كان محسوبا على الإصلاحيين وخاصة على رئيس الوزراء الإثيوبي. فبالتالي قوات أجنبية في تصريحات خاصة للجزيرة المتحدث باسم رئيس الوزراء ربما سينشر التصريح لاحقا اتهم حرفيا أن عملية الاغتيال هي مع سبق الأسرار لمحاولة إيقاف العمل في سد النهضة. ومزيد من التفاصيل سننقلها إليكم خلال الساعات القادمة، وخاصة حالة الهدوء عادة إلى أديس مع حالة التوتر والاستنفار في أطراف أديس أبابا، وربما هذه الحالة ستستمر سلمى حتى مراسيم الدفن للفنان الراحل غدا في مدينة أمبو مسقط رأسه. شكرا لك مدير مكتبنا من أديس أبابا محمد طه توكل.